يقول الفاطميون مثلا شعبيا أن الفرط تجلب الشرطة، وهذا ما وقع بعدما زار ابن النسناس وبعض المؤثرين إلى سيدهم ابن عبد الرحمن المجذوب، والذي لا نعلم إن كان أصلا هو من دفن في تلك القبة. يعرف هذا المكان بالشعوذة والسحر البحري والجن السباح نظرا لقربهم من البحر الذي يسمى أعين الذئاب. قد وجد ابن النسناس حيوانات مسكينة من دجاج وغنم وسكر تقدم كقربان للجن السباح، ويقال أن هذا الجن يعشق معدن اللدون. وجدوا أيضا ظاهرة غريبة، وجود الملابس الداخلية بكثرة أو ملابس تشيتشي التي تدهن بمواد سحرية وتلقى في البحر. ومن الأمور أيضا التي تقام هناك ألا وهي تسكيت المحرك الجنسي للرجل والمرأة، وهذا ما يسمى بالتثقاف، ولا نعلم إن كانت هذه الكلمة موجودة أصلا في اللغة العربية أم مصطلح اخترعه المشعوذون. إن كنت تريد الفوز بمشروع ب0 درهم فأنصحك بالذهاب إلى مثل هذه الأماكن وأخذ تلك الملابس وتصبينها بمواد مشعة وتنشيفها في ضوء القمر وبيعها كملابس البال. فبعد أن فرقع ابن نسناس الفيديو بالمشاهدات، والسبب هو أكله لدجاجة سوداء فيها قفل وزيزوار، وهذا ما استغرب منه المشاهد، ودليل في نفس الوقت أن تلك الأشياء خزعبلية. جاءت الدولة بهجوم مضاد بالطراكسات والمدرعات ودمرت كل أوكار المشعوذين وأزالوا النجاسة من تلك المنطقة. والدليل الثاني، لماذا لم يقم مشعوذو تلك المنطقة بعمل سحر لابن النسناس؟ ولماذا لم يعلموا بحضور الآلات والتي لم يقدروا على صدها أو حتى تعطيلها؟ أن هناك شيء آخر، أن عالم الجن يحترم الدولة والقيد والمقدم ولا يقدر أن يهز الرأس أمامهم. ممكن هذا التفسير. ننتظر بفارغ الصبر ذهاب ابن النسناس إلى أماكن أخرى مثل هذه لتنقية دولة المغرب من مثل هذه النجاسة. إلى اللقاء والهربة لمن استطاع، ونراكم في أوروبا لاحقا.